تمكن هذا الطفل من الإفراج عن 7400 سجين سياسي في السجون المغربية. لا يخرج المعتقلون لأنهم تابوا عن ارتكاب الفعل السياسي ولا لأنهم أبرياء، بل بسبب طهور ابن الملك الذي بلغ اليوم عامه 9 وأصبح وليا للعهد، يرتدي البزة الرسمية ويفتتح مؤتمرات ويشارك في ندوات ويفتتح حدائق عامة. الحسن ابن الملك المغربي محمد السادس دشن حديقة الحيوان في مدينة الرباط وحضر عرضا لها، لا سيما تلك الحيوانات المعرضة للانقراض. لكن ما هو ثابت وغير مهدد بالانقراض هو هذه المشاهد التي تظهر أركان الدولة المغربية سياسيا وعسكريا تنحني وتقبل يد ولي العهد. مشى الصبي وليا وعاملته الحاشية السياسية أميرا للمؤمنين، فاتحا عربيا لن يمر عليه ربيع ولن تعصف به رياح. انتشرت صوره على كل الصفحات الافتراضية وتداولتها تعليقات المدونين، لكن ما ذنب الطفولة؟ فالولد القائد فيما بعد لن يعلق في ذهنه للغد إلا مشهد كبار المسؤولين المغاربيين وهو ينحني إجلالا، وسوف يتعامل معهم في أثناء توليه العرش بالانحناءة نفسها، وينظر إليهم على أنهم أتباع شاهدهم يوما في حديقة حيوانات، ويسألونك لماذا يأتي الربيع وكيف تبدأ الثورات.